يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، اما سكرتيره حسنه المظهر بصحيح. شوف الواد رفضت له المهندسه، جاب لي استغفر الله العظيم يا رب سكرتيره. اقعدي يا حبيبتي اقعدي، ولا انت ما تعرفيش تقعدي غير جنبه؟ طبعا قبل ما نبدا اي كلام هتبطلي شغل السكرتاريه ده وتقعدي في البيت وتاخدي بالك من الواد ابني. لا انا ما قعدتش 4 سنين جامعه واخدت كورسات قد كده علشان في الاخر اقعد في البيت، فبالتالي طلبك مرفوض ومش هيناسبني. يا بنتي انت بتتهزي وانت قاعده كده ليه؟ ما تقعدي ساكته كده، ولا انت الكرسي مش عاجبك؟ متعوده على قعده المكتب، وبتقعدي بقى تعملي مساج كده في كتاف مديرك في الشغل. منها لله الافلام والمسلسلات اللي بوظت سمعه الشغلانه ده في التلفزيون بس. حضرتك انت بذمتك لو دخلتي شركه بتلاقي ده بيحصل؟ ولا بتلاقي السكرتيره قاعده على مكتبها عادي والمدير ما بيعملش حاجه غير ان هو بيشيلها قرف الشغل؟ وبعدين انت هتشوفي فين؟ ما انت الشلطه هبطت من كتر قعدتك على الكنبه، والنبي سيبينا في حالنا. وبما انك مش هتقعدي في البيت وتشتغلي، هتعرفي تخلي بالك من بيتك ولا هتدوري تلفي حوالين مديرك كده؟ اصل ده ميتنج في نيو جيزه وده ميتنج في نيو كايرو، ادور والف؟ انا هحترمك بس علشان انت قد امي، انا ما بخرجش بره مكتبي الا لو في اي حاجه ليها علاقه بشغلي برضه، وطالما في مواعيد الشغل وبعمل كل وظايف شغلي بشكل مظبوط يبقى ارفض ليه؟ وظايف شغل ايه يا بت؟ انت فاكراني دقه عصافير؟ معروف السكرتيره ما بتعملش شغل اصلا. طب ما تخليكي حلوه كده وتقولي لي وظايف شغلك ايه؟ منها لله الافلام اللي بوظت الشغلانه. انت واخده موقف من الشغلانه ليه؟ هو كل ده اللي تعرفيه عن الشغل مساج في كتاف المديرين ودلع ومسخره؟ تعرفي كل اللي شغالين فيها يعني؟ احب افاجئ حضرتك ان احنا اوقات بنشتغل بال 12 ساعه علشان بس احضر الاجتماعات وانظمها وارد على التليفونات ونفذ القرارات اللي بياخدها المدير، ده غير الايميلات والتقارير الاداريه الخاصه بالشغل. المهنه دي عباره عن تنسيق ومتابعه واشراف على كل حاجه بتحصل في الشغل. وعارفه اصعب حاجه فيها ايه؟ ان انا ما بشتغلش مع شخص واحد، انا بشتغل مع كل الناس. والنبي افهمي شويه قبل ما تطلعي شويه الكلام ده من بقك. الاحراج ده البت طلع عندها وظايف شغل فعلا. طيب خلاص ندخل على المهم، عشان دي سمعة ناس برضو. الجيبة الحلوة دي طولها فين؟ تحت الركبة ولا فوق الركبة؟ لا ما انا بقولك الجو ده خلص من زمان، المهم نلبس اللبس المريح المناسب للشغلان. يعني بلبس فورمال عادي اوقات، ممكن بنطلون، ممكن فستان، يعني حسب اليوم النهارده محتاج ايه. ما هو زي مش معقول كده حضرتك لما يجيلك ضيوف وتقابليهم بالروب اللي انت لابساه ده. جيبة ايه وسكرت ايه؟ طبعا جيتي توقعي ابني بعد ما فشلتي في توقيع مديرك. انطقي يا بت. اوقع ايه بس؟ انا وابنك مرتبطين من زمان، ما تقول حاجه يا ابني ولا هتقولي بعد كده ماما مش موافقه عليكي واسف وهتخلع زي كل الناس. بص انا هتعب نفسي ليه؟ انا كنت فاكره ابنك اصلا صاحب قرار وبيعرف يختار، مش مستني لسه ماما تختار له. خليه قاعد جنبك لحد ما تشوفي له واحده مناسبه. محتاج يتهشتك، هو لسه بيبي. هستاذنك انا بقى عشان ورايا ايميلات واجتماعات. تعرفي الايميلات؟ ها